اللوحة دي النهارده بيتفرج عليها 8 مليون بني آدم كل سنة، أكتر صورة الناس اتصورت قدامها وأشهر بسمة في تاريخ الكوكب كله. طب ليه؟ هتقول لي عبقرية ليوناردو دافنشي، هقول لك تمام بس استنى. قبل سنة 1911 المواطن العادي في الشارع ما كانش يعرفها أصلا، كانت لوحة كويسة بس وسط آلاف اللوحات. اللي حولها بقى الأيقونة ما كانش رسام، كان لص، أيوه زي ما سمعت حرامي. هتقول لي ما أنت لسه قايل لص، أقول لك ما أنا عارف بس باكد المعلومة. ومدير المتحف اللي قال مستحيل حد يسرقها بشكل غير مباشر كان من ضمن اسباب ان هي اتسرقت اصلا. اهلا بيكم في قناتي بلوت تويست، معاكم محمد مصطفى والشهرة كاكاشي. في قناتي هنا انا بتكلم عن ناس عملوا انجازات وكوارث ما تعرفهاش ومليانه بلوت تويستات. جهز بقى الشاي بلبن ولا الروشتين بتوعك وسيبك من اللي فات وتعالى اقول لك اصل الحكايه. سنة 1911 متحف اللوفر في باريس أكبر متحف في الدنيا وقتها، وجواه في صالة اسمها الصالون كاري، متعلق عليه لوحة صغيرة 77 سم في 53 سم لراجل عاش من 400 سنة اسمه ليوناردو دافنشي. هنا بقى في تفصيلة هتصدمك شوية، اللوحة دي ما كانتش نجمة إطلاقا بقى وقتها، كانت زي ما قلت لك كده لوحة متعلقة وسط لوحات تانية كتير، والزائر العادي كان بيعدي قدامها عادي كده زيها زي أي حاجة تانية. يعني الموناليزا كانت مجرد كومبارس في المتحف، واقفة في الكادر بس محدش بيسألها ولا بيعبرها، عاملة زي الممثلين كده اللي مش معروفين لما بيطلعوا في مهرجانات الافلام يبصوا يمين وشمال الاقي الناس بتصورهم، لكن في الحقيقه ممكن ما حدش واقف قدامهم ولا بص في وشهم اصلا. يعني الناس اللي كانت تعرف قيمتها وقتها كانوا خبراء الفن ورسامين بس، انما الراجل اللي بيمشي في الشارع لو سالته عن الموناليزا بيبص لك كده كانك اللي هو بيتكلمه عربي وهو اصلا فرنساوي. وفي قمه الثقه دي بقى كلها مدير متاحف فرنسا طلع قال جمله هتلاحقه لاخر عمره، قال ان سرقه لوحه من اللوفر حاجه مستحيله وزيها زي انك تحاول تسرق برجين كاتدرائيه نوتردام. الراجل بيتكلم في 1910 بثقه تامه، وفي 1911 حد كده قال له ايه اتفضل خد البرجين. بس هنبتدي شويه بالموناليزا الاول. شفت الوقت طلع معايا في الكادر اهو، بس يعني بيحب يحط التاتش بتاعه في الحلقات بتاعتي. خلي بالك بقى من الجمله دي لان بعدها بشهور اللي قال مستحيل ده هيقف مذهول قدام حيطه فاضيه واللوحه اتسرقت. دلوقتي اتعرف على بطلنا اسمه فينشينزو بيروجا، شغال صنايعي طوله 160 سنتيمتر. عارف ده معناه ايه؟ يعني كان اقصر من هاري بوتر. تقول لي انا استفدت ايه من المعلومه دي؟ اقول لك ولا حاجه، بس انا كنت عايز اقول شغلته في المتحف بقى كانت ايه؟ انه كان بيساعد في عمل الصندوق الزجاجي اللي هيحمي الموناليزا. يعني تقدر تقول كده كانك واحد صنايعي جايبينه يركب كالون عشان الشقه ما تتسرقش، قام الصنايعي مركب الكالون وهو اللي سرق الشقه. صاحبنا بيمشي في اكبر متحف في الدنيا وتحت هدومه اغلى لوحه في التاريخ ومحدش هيوقفه خالص، عشان ببساطه هو كان بيشتغل هنا. الخطه كانت بسيطه لدرجه بتضحك. يوم الاثنين والمتحف مقفول في وش الزوار، بيروجا دخل وفضل مستخبي جوه للصبح، لبس زي العمل بتاعه ومشي على صالون كاريه، شال اللوحه من على الاربع خطاطيف. هتقول لي ايه خطاطيف دي؟ هقول لك جمع خطاطوفه. ودخل سلم الخدمه، فك الاطار والزجاج وسابهم على السلم وحط اللوحه الخشبيه الصغيره تحت الافرول بتاعه. فضل بس باب واحد بينه وبين الحريه وكان مقفول. هنا بقى احلى جزء انت هتضحك عليه، عدى عليه عامل زميله لقاه واقف فتح له الباب وسابه يخرج ومشي في عز النهار باغلى لوحه في التاريخ تحت باطه. طيب هم بقى اكتشفوا السرقه دي امتى؟ هتقول لي اكيد يعني بعد دقايق، يعني دي الموناليزا. احب اقول لك ان هم اكتشفوها بعد يوم كامل من السرقه. ايوه اللوحه فضلت مفقوده حوالي 26 ساعه ومحدش حس بخبر. الناس افترضت ان هي اتشالت عشان تتصور في قسم التصوير، يعني قال لك الموناليزا راحت فين بتعمل فوتو سيشن وراجعه، لحد ما جه يوم 3 واكتشفوا الكارثه. اللوفر اتقفل اسبوع كامل والحدود والموانئ اتفتشت والصحف العالميه كلها ولعت وبدا كرنفال الشك. واحد قال اللوحه دي متهربه في روسيا، واحد قال دي في امريكا، واحد قال لا دي عند الملياردير جي بي مورجان. وهنا برضه في تويست صغير انت مش هتصدقه، من ضمن اللي اتقبض عليهم كمشتبه فيهم كان الفنان بابلو بيكاسو. ايوه بيكاسو اللي بالظبط اللي انت بتبص لاي رسمه تشخبطه كده وتقول دي شبه شغل بيكاسو. الراجل ده كان هيروح في داهيه فضيه هو ملوش فيها لا ناقه ولا جمل. وبالمناسبه بيكاسو وشاعر تاني كان اسمه ابولينير اتقبض عليهم بسبب تماثيل مسروقه قبل كده، ما كانتش الموناليزا وقتها وسابوه. بس اغرب حاجه بقى حصلت في الصاله نفسها ان الناس بدات تيجي متحف اللوفر طوابير عشان تتفرج على ايه؟ على المكان الفاضي اللي على الحيطه اللي كانت اللوحه متعلقه عليه. انت متخيل؟ يعني الناس ما كانتش مهتمه بيها وهي موجوده، بقوا بيجوا طوابير يشوفوا مكانها وهو فاضي. تحس الموناليزا كده اللي هو لو كانت بتتكلم كانت هتقول لهم لو والله لو ما اتفرجتوش عليا لاسيب لكم البيت عشان ما حدش هيعرف انت غير لما امشي.
دافنشي، وده حصل فعلا. هم عملوا قيمه ليها بعد ما اختفت، طوابير وزحمه وناس بتتصور على حيطه فاضيه. ده اعلى انجيجمنت حصل وتفاعل لمكان فاضي في تاريخ البشريه، حيطه عليها مسمار وعامله زحمه زي نهائي كاس العالم كده. وهنا بقى من غير ما حد ياخد باله كانت اسطوره الموناليزا تتولد، مش من اللوحه، من غيابها. طيب اللوحه دي بقى كانت فين كل المده دي والعالم بيقلب الدنيا عليها؟ في شقه صاحبنا بيروجا الصغيره في باريس، في صندوق خشب كده تحت شويه قماش. يعني العالم بيدور عليها وقلب الدنيا في روسيا وامريكا، وهي قاعده في شنطه تحت السرير على بعد كام خطوه اصلا من المتحف، يعني اقرب نقطه واخر حته ممكن البوليس يفكر فيها. فضلت هناك سنتين تقريبا لحد ما بيروجا قرر يلعبها صح، وهنا للاسف بدا يفشل. في ديسمبر 1913 كتب لتاجر تحف ايطالي في فلورنسا اسمه الفريدو جيري، وقال له بص انا معايا الموناليزا وعايز ارجعها ايطاليا بلدها الاصلي لان نابليون سرقها مننا. ولكن في الجملتين اللي هو قالهم دول في مشكلتين. اولا نابليون ما عملش كده اصلا، ليوناردو نفسه هو اللي ودى اللوحه لفرنسا من 400 سنه، وملوك فرنسا وتحديدا الملك فرانسو الاول اشتروها بشكل قانوني جدا. يعني بيروجا بنى خطه سنتين على معلومه تاريخيه غلط اساسا. يعني الراجل ساب شغله وخطط سنتين وخاطر بحياته عشان يرجع حاجه ما اتسرقتش اصلا، حرفيا كده زي ما تسافر عشان تطالب بميراثك وفي الاخر تكتشف انك مش من العيله اصلا. وثانيا الوطنيه دي كان معاها فاتوره، طلب نص مليون مقابل ان هو يسلم اللوحه، اللي هو انا وطني بس يعني شخلل عشان تعدي. تاجر التحف ده بقى حس ان في حاجه غلط، فجاب معاه مدير متحف الاوفيتسي اسمه جوفاني بوجي عشان يتاكد من القصه دي. راحوا اوضه بيروجا في الفندق وبصوا فعلا في اللوحه، وبالفعل هي كانت اللوحه الاصليه الموناليزا مرميه في اوضه في فندق رخيص جنب راجل صنايعي. طلبوا ياخدوها ويفحصوها براحتهم ومبلغين البوليس على طول، واتقبض على بيروجا. اللوحه اتعرضت في ايطاليا الاول والناس اتجننت بيها، بعدين رجعت اللوفر في 4 يناير 1914. طب وبيروجا اللي سرق اغلى لوحه في الكوكب، عايز اقول لك ان هو خد حكم 7 شهور بس، وفي ايطاليا في ناس اعتبروه اصلا بطل قومي. يعني ده خد 7 شهور وعندنا ممكن يتقبض عليه ويتحبس سنتين لو ركن صف تاني. دلوقتي ارجع لاول حلقه بقى، قلت لك ان قبل 1911 الراجل العادي ما كانش يعرف الموناليزا. طب بص، بعد 1911 سنتين كاملين والموناليزا صورتها في كل جرايد على وجه الارض. الحيطه الفاضيه، الفنان الشهير اللي اتقبض عليه اللي هو بيكاسو، نظريات المجنونه، النصاب، الفندق، كل يوم في خبر عنها. سنتين من الاعلان المجاني لكل بني ادم على الكوكب. اللوحه اللي كان الناس بيعدوا قدامها كده من غير ما يبصوا بقت اللوحه اللي الناس بيسافروا من اخر الدنيا عشان يشوفوها. ليوناردو رسم اللوحه بس اللص هو اللي صنع الاسطوره. الشهره دي ما جاتش من البسمه الغامضه ولا موضوع ان انت تقف في اي حته تحس ان اللوحه اللي بتبص لك، دي جت من ان حد خدها وخفاها. يعني حرفيا هو سرقها عشان تختفي من عين شويه كام زائر فبقت في عين البشريه كلها. واخر حاجه بقى عشان ما اقفل لك دماغك، لحد النهارده في ناس بتحكي ان السرقه كانت وراها عقل مدبر نصاب عبقري عمل نسخ مزيفه وباعها المليونيرات. بس الحقيقه ان القصه دي على الارجح متالفه تماما، وكان مصدرها مقال واحد بس سنه 1932 ومحدش لقى ولا نسخ مزيفه ولا نيله ولا حتى في اي دليل ان في عقل مدبر ده كان موجود اصلا. يعني اشهر لوحه في الدنيا شهرتها كلها كانت مبنيه على سرقه سامجه وحيطه فاضيه وسوء فهم تاريخي اصلا. قصه الموناليزا مش قصه فن، هي قصه ان احيانا الغياب هو اللي بيعمل شهره اكتر من الحضور بكتير، وان اعظم حمله تسويق في التاريخ ما عملهاش خبير دعايه وتسويق، دي عملها صنايعي طوله 160 سم وهو حاطط لوحه تحت باطه. هتقولي انت بتتنمر على طوله ليه؟ انا 165 اصلا. وده اللي بنعمله في بلوت تويست، بنقلب القصه اللي انت فاكرها على وشها ونجيب لك اصلها بس. ولو في دماغكم اي شخصيه او حدث حابين ان انا اقلبه لكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات. دافنشي رسم لنا الصوره والحرامي عمل منها اسطوره. كان تكاتك.